ايه الفرق ما بين النو جي اس والجافا سكريبت؟ دايما بلاحظ اللي بيبقى فيه ديفلوبرز بيسموا نفسهم مثلا جافا سكريبت انجينير او نو جي اس انجينير، سينيور جافا سكريبت، سينيور نو جي اس انجينير وما الى ذلك. حتى في شركات كتير جدا بتطلب الفرق ما بين الاثنين دول. طيب، لو جيت تفكر معايا كده، مش الجافا سكريبت دي هي النو جي اس؟ مش الجافا سكريبت دي هي نفس اللغه المستعمله على النو جي اس؟ والجافا سكريبت دي مثلا بتعمل بيها حاجات جوه الكلاينت او جوه البراوزر، ونو جي اس دي بتستعمل جافا سكريبت عشان تعرف تعمل حاجات بيها جوه السيرفر. طيب، الكلام ده مش شرط يكون 100% صحيح. في واقع الامر يا جماعه، انت كفرونت اند انجينير بنسبه 100% بتستعمل نود جي اس. انا يعني ممكن احلف لك ان انت بتستعمل نود جي اس حتى لو انت مش عارف. حلو. وبرضه بتستعمل طبعا جافا سكريبت عشان تنشئ الكلاينت انتر اكشنز والانيميشنز والجافا سكريبت، واللي انت تضيف اليمنتس وما الى ذلك في الفرونت اند ابلكيشنز بتاعتك. وبرضه بنسبه كبيره جدا انت كنود جي اس انجينير بتعمل حاجات ليها علاقه بالباك اند، ممكن احيانا مش بنسبه 100% احيانا تستعمل جافا سكريبت. طيب، يعني ايه الكلام ده كله؟ تعال الاول نفهم يعني ايه جافا سكريبت. الجافا سكريبت دي يا جماعه ايه؟ الجافا سكريبت يا جماعه دي لغه برمجه، هاي ليفل بروجرامينج لانجوج. معنى اللي هي هاي ليفل بروجرامينج لانجوج مش معنى كده اللي هي عاليه وجامده وكل حاجه، هي لغه جامده وكل حاجه، ولكن هاي ليفل دي معناها اللي هي لا تتعامل بشكل مباشر مع الباينريز، او لا تتعامل بشكل مباشر مع السيستم بتاعك. هي محتاجه نوع من انواع البروجرامز او السوفت وير عشان يترجموا جافا سكريبت دي معناها ايه، وفي الاخر تترجم لباينري كود لزيرو وانز اللي تعرف تاخد بيها كوماندز ما الى ذلك. طيب، تعالوا ناخد مثال عملي على الكلام ده كله. تعالوا ناخد مثال على مثلا البراوزرز. خلينا نتكلم على كروم بالاخص. لك ان تتخيل كده يا جماعه ان انت عندك شويه كود بجافا سكريبت، رحت كاتب فيه ايه؟ كونسول دوت لوج مثلا واحد، وبعدين كتبت بعديها الرت هلو مثلا، وبعدين انت عملتها مثلا دوكيمنت، عملت الدوكيمنت دوت هات لي مثلا كويري سيلكتور في شويه هري في الجافا سكريبت كده، تقول له اتش 1. ايه اللي بيحصل في الحاله دي؟ هل الجافا سكريبت لما بتعمل كونسول دوت لوج، هل هي اللي بتعمل كونسول دوت لوج جوه البراوزر بتاعك جوه كروم، او هل هي اللي بتظهر الالرت لما انت بتعمل الالرت ده وبيكتب جواها هلو مثلا، او هل هي اللي بترجع الدوكيمنت لما انت بتعمل كويري سيلكتور؟ في واقع الامر لا تماما. اللي بيحصل كالاتي يا جماعه، اللي بيحصل اللي الكود اللي انت كاتبه ده بيروح رايح لحاجه تسمى بالانجن. في حاله كروم بيستعمل انجن اسمه الفي 8 انجن. طيب، والفي 8 انجن ده بيبدا يقرص الكود بتاع الجافا سكريبت اللي انت كاتبه ده سطر سطر سطر، وبيبدا يترجمه لمجموعه اكشنز كروم بياخد على اساسها الاكشنز دي. يعني كمثال، بيروح قايل كونسول دوت لوج، فروح يا كروم اعمل لي لوج جوه الكونسول. ايا كان كروم بيعمل كده ازاي، كروم نفسه اصلا ممكن يكون مكتوب مثلا بلغه برمجه ثانيه، هو بالاحرى مكتوب مثلا بسي بلس بلس، والانجن ده نفسه كمان مكتوب بسي بلس بلس. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان الانجن ده بياخد الكونسول دوت لوج او بياخد الالرت وبيترجمها لمجموعه ايه؟ مجموعه اكشنز او افعال او مجموعه كومبايليشنز، يعني شويه كومبايلد كود كده الكروم بياخده. وعلى اساس الاكشنز دي كروم بياخد ايه؟ اكشنز معينه، زي كونسول دوت لوج بيعمل واحد، الرت بيعمل الرت ومكتوب جواها هلو، دوكيمنت بيرجع لك حاجه في جافا سكريبت او اوبجكت تعرف من خلاله تفهم الاتش 1 دي اللي انت عملت لها كويري جواها ايه، وهكذا وهكذا وهكذا. طيب، هل ده بيخليك تلاحظ حاجه معينه؟ في الحقيقه انا بيخليني الاحظ حاجه معينه مهمه جدا، الا وهي ايه؟ الا وهي لو انا بصيت مثلا على براوزرز تانيين زي مثلا سفاري. انا ممكن كده اكون بكتب على اسمي، فخلينا نبص هنا، خلينا نعملها هنا سفاري، او ده اصغر شويه مش مشكله، او فايرفوكس. طيب، لو انا عملت نفس الكود ده بالظبط وكتبت مثلا هنا الرت، الالرت مش انت بتلاحظ ساعات يا جماعه الالرت اللي جوه سفاري مختلفه تماما عن شكل الالرت جوه فايرفوكس، مختلفه تماما عن الالرت جوه كروم، مختلفه تماما عن الالرت اللي جوه الايفون او جوه الاندرويد بتاعك؟ ليه يا جماعه؟ عشان كل براوزر بياخد الاكشنز اللي الجافا سكريبت ده بيعملها وبيترجمها بشكل مختلف، وعلى اساسها بياخد اكشنز مختلف تماما. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده الجافا سكريبت نفسها غير قادره على اللي هي توصف الاوتبوت هيبقى عامل ازاي، هي مجرد بتدي فعل معين، والكروم في الحلقه دي بيستعمل الفعل ده من خلال ترجمته ليه، من خلال مثلا استعمال انجنز زي في حاله كروم في 8، او في سفاري او فايرفوكس بيستعمل انجن اسمه اعتقد سبايدر مونكي. سفاري ممكن يكون بيستعمل حاجه شبيهه بالفي 8 بس انا الصراحه مش فاكر. حلو. وبياخد الحاجات دي كلها بيترجمها الاكشنز هو نفسه يفهمها. طيب، دليل على كده ايه؟ دليل على كده اللي في كروم في بعض الحاجات اللي بتشتغل جوه كروم ما بتشتغلش جوه سفاري،
وفي حاجات بعض الكوماندز اللي بتشتغل جوه كروم ما بتشتغلش في فايرفوكس، وفي بعض الكوماندز اللي بتشتغل جوه فايرفوكس ما بتشتغلش جوه سفاري وما بتشتغلش جوه كروم، وهكذا وهكذا وهكذا. فكل براوزر ليه الانجن الخاص بتاعه. طب حلو الكلام ده كله. يعني ايه بقى ايه؟ يعني ايه نود جي اس؟ وايه علاقه النود جي اس بكل اللي احنا عمالين نتكلم فيه او نهري فيه او ايا كان؟ زي ما قلنا يا جماعه، الجافا سكريبت محتاجه ميديم، محتاجه حاجه تشتغل عليها. لو انا دلوقتي جيت بحثت، تعال نروح حتى لموقع الرسمي بتاع نود جي اس، بيقول لك ايه؟ بيقول لك نود جي اس از ان اوبن سورس كروس بلاتفورم جافا سكريبت ران تايم انفايرمنت. يعني ايه الكلام ده كله؟ ران تايم انفايرمنت دي معناها الحرفي اللي هي بيئه عمل بتتيح للجافا سكريبت اللي هي تشتغل في ايه؟ ارجع تاني برضو، في حاجه اسمها كروس بلاتفورم. كروس بلاتفورم دي في الحاله دي معناها لو بتشتغل في اكتر من ميديم. في الحاله اللي احنا عايزين نترجمها لينا، هي بتشتغل على السيرفرز. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انت السيرفر بتاعك، فنتخيل مثلا ده السيرفر بتاعك، ونتخيل السيرفر ده في الحاله دي هو الويندوز، وانا بكتب شويه كود باستعمال الجافا سكريبت هنا، زي مثلا fs.create file اللي انا عايز انشئ فايل معين. فاللي بيحصل كالاتي: الكود اللي انا كاتبه هنا بيروح رايح للنود جي اس، والنود جي اس من خلال ترجمتها للكود ده بتتيح الفرصه للجافا سكريبت تاخد اكشنز على السيرفر بتاعك. ده بيفكرك بايه؟ بيفكرك ان النود جي اس شبيهه نوعا ما بالانجنز اللي بداخل الكروم وسفاري وفايرفوكس، ولكن الاختلاف هنا جذري شويه. ليه؟ عشان النود جي اس مش مجرد انجن. النود جي اس في الحقيقه بتستعمل الفي 8 انجن عشان تترجم الكوماندز اللي انت واخدها لمجموعه اكشنز، ومن خلال الفي 8 الاكشنز اللي طلعت دي على اساسها بتاخد اكشنز مختلفه بداخل البلاتفورم. زي ما قلنا قبل كده، هي كروس بلاتفورم. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ممكن تشتغل على لينكس، ممكن تشتغل على ويندوز، ممكن تشتغل على الماك، ممكن تشتغل على مثلا اردوينو، ممكن تشتغل على سيرفر من نوع اخر تماما اسمه حماده مثلا. خلينا نتخيل ايه اللي فيه سيرفر اسمه حماده في الحاله دي. حلو. وبتتيح للجافا سكريبت نفسها اللي هي تاخد كوماندز زي اللي هي مثلا تكريت فايل، تديليت فايل، تedit فايل، تكريت داتابيس، تديليت داتابيس، تمسح داتابيس. اعمل ما بدالك من الحاجات اللي بتتيح لك من النود جي اس. ونود جي اس بتاخد الحاجات دي كلها وتترجمها لمجموعه اكشنز، والاكشنز دي مش مكتوبه بالجافا سكريبت بالمناسبه، الاكشنز دي مكتوبه بالسي بلس بلس. والاكشنز دي مكتوبه مثلا في مجموعه لايبريز للاكشن دي مثلا، وكل لايبري ليها الديفينيشنز بتاعتها الخاصه. اديك مثال على كده: لو انا دلوقتي رحت للنود جي اس، ده بالمناسبه البروجكت بتاع النود جي اس، هتلاقي هنا حاجه مثلا على جيت هاب، هتلاقي هنا حاجه مثلا اسمها سورس. ولو فتحت السورس ده هتلاقي فيه مجموعه سي بلس بلس فايلز، وكل الفايلز دي بالمناسبه هي الاكشنز اللي انت ممكن تاخدها بالجافا سكريبت بالمناسبه. يعني مثلا لو قعدت انزل تحت شويه هلاقي، لو قعدت انزل تحت شويه هلاقي ليها حاجات ليها علاقه مثلا بالجافا سكريبت بشكل مباشر، زي السترنج، حاجه اسمها سترنج بايتس. لو فتحته هلاقي اللي هو مجموعه سي بلس بلس كود زي ما هو واضح في الصوره. فده يفهمنا ايه؟ ده يفهمنا النود جي اس بيتيح الفرصه الجافا سكريبت تشتغل على البراوزرز، والجافا سكريبت بتتاح لها الفرصه اللي هي تشتغل على على البراوزرز باستعمال الانجنز. انا اسف انا غلطت، نود جي اس بتتيح الفرصه للجافا سكريبت اللي تشتغل على السيرفرز مش البراوزرز. وده باختصار شديد الفرق ما بين النود جي اس والجافا سكريبت. ممكن بقى نتعمق اكتر في فيديوهات لاحقه، يعني ازاي ده بيحصل، وايه اللي بيتبعت للنود جي اس، وازاي نود جي اس تعمل ايفنت لوب في السيرفر، وازاي بتعملها في البراوزر وما الى ذلك. وبالمناسبه يا جماعه، لو انت فرونت اند انجينير، انت مثلا بتستعمل لايبرري زي رياكت او مثلا انجلر. لما انت بتكتب كوماندز معينه، الكوماندز المعينه دي بتكريت فايلز مش عارفه ايه، وبيكريت فايلز جوه الايه البروجكت بتاعك. فالكوماندز معينه دي، او اللي هي مثلا بتسبون سيرفر اللي هو اللوكال هوست سيرفر ده، كل الحاجات دي مين اللي بيعملها؟ مش الجافا سكريبت. الحاجات دي اللي بيعملها كوماندز الجافا سكريبت، بتبعتها للنود جي اس عشان يعمل سيرفر لوكال على السيرفر بتاعك، وبعد كده تعرف تشوف الحاجات اللي انت بتكتبها جوه الجافا سكريبت جوه الكلاينت جوه البراوزر وهكذا. عشان كده كنت بقول لك في الاول 100% انت تستعمل ايه؟ النود جي اس. وبس، واراكم فيديوهات لاحقا ان شاء الله، واحب اسمع رايكم. وقبل ما اقفل برضو، للمره الثالثه او مره مليون هقعد اقول كده في كل فيديو من الفيديوهات القادمه: ادعوا لاهلكم في فلسطين يعني، وربنا ينصرهم يا رب. الواحد مش عارف يقول ايه غير اللي هو يدعي لهم. و... ويعني اتمنى فيديوهاتي دي لو الناس وصلت للاخر وده مش بيحصل يعني كتير، اللي هي تلاقي اللي احنا بندعي لاهلنا في فلسطين بشكل كبير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.